السلام عليكم. في البداية جاي لكم من عيني مكسورة ومحرج على التأخير اللي فات ده كله، لكن إن شاء الله الفترة الجاية هيكون في التزام كبير ومش هيكون في تأخير تاني. وبعد الاعتذار تعال ندخل على فيديو النهاردة. وفيديو النهاردة هيتكلم عن الأونطة. لو انت مش مصري فأكيد هتكون مش عارف اللفظ ده، لأن الأونطة هو مصطلح مصري بيور. دايما هتسمع حد يقولك يا عم ده عايز يأكلني الأونطة. الأونطة اللي عملها دي مش متصدقة. طب يعني ايه الأونطة؟ بص، هي ملهاش تعريف في المعجم نقدر نفهمها منه، لكن ليها تعريف دارج بينا كمصريين، ومعناه الكذب او الخداع، او ان شخص عايز ينسب لنفسه حاجة مش من حقه بالحيلة او بالأونطة. يعني من الاخر اي حد بيقول حاجة مش بيقدر يعملها نقدر نقول عليه أونطجي. الفن المصري فيه أونطجية كتير، ومن اكبر الأونطجية دول هو الفنان حبيب الشعب، حبيب الملايين، الباتشينو العرب، محمد رجب. تعال ندخل على الانترو وبعدها نشوف ازاي محمد رجب بقى اكبر أونطجي في الفن المصري. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقه عشان تنتشر على اوسع نطاق، واتمنى تسيب كومنت تقول لي فيه رايك. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك ونورنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الحلقه. محمد رجب واحد من الممثلين اللي كانوا مسيطرين في فترة الألفينات، وكان ليه حضور قوي ومختلف على الشاشة. من الآخر الكاميرا كانت بتحبه وكنت تحب تتفرج عليه مهما كان دوره صغير، لأنك عارف هتشوف ممثل متمكن وهيقدر يطلع أداء كبير. حكايته مع السينما المصرية بدأت من التسعينات لما كان بيشتغل مساعد مخرج وفي نفس الوقت بيعمل أدوار صغيرة زي دوره في فيلم المصير. ولكن مع بداية الألفينات مسيرة محمد رجب خدت منحنى تاني، ونقدر نقول إن الفترة دي كانت البرايم بتاعه. في الوقت ده بالتحديد محمد رجب كان ممثل ذكي، ويمكن كان أذكى ممثل من وسط أبناء جيله. كان بيركز جدا في اختياراته وكان عارف يلاقي الأدوار اللي تتناسب معاه ومع شخصيته. لو جيت تبص لمحمد رجب هتلاقي إنه مش الجان أو فتى أحلام البنات. هو مش وسيم، جسمه مش معضل، مش طويل، من الآخر مفهوش السمات الشكلية اللي بتمثل الجان في السينما المصرية. هو مش أحمد عز، لكن مع ذلك سمات وشه وملامحه كانت بتخلي نوع تاني من الأدوار يليق عليه، زي دور الشرير اللي بيقف ضد البطل، دور الشاب المتكبر المستفز. الادوار اللي من النوعيه دي كانت بتليق عليه. قدر محمد رجب يحدد نقاط قوته وقرر يستثمرها، فعمل ادوار كتير ناجحه رغم انه ما كانش البطل، زي دوره في مذكرات مراهقه. وواحده واحده بدا يقنع المنتجين في الادوار دي فبداوا يسكنوه فيها، ولكن بشكل اكبر. وعشان كده هنلاقيه عمل دور اكبر في فيلم الباشا تلميذ، واللي يعتبر كان بدايه انطلاقته الحقيقيه. في الفيلم ده عمل دور طارق كابو، الراجل اللي لسه بيتعمل عليه ميمز لحد النهارده. ولو عايز تعرف الشخصيه دي نجحت قد ايه تقدر تنزل اي جامعه في مصر. احنا اهو بقينا في 2026، لكنك هتلاقي في كل شله شاب مستفز زي طارق كابو. هتلاقي زمايله بيطلقوا عليه الاسم ده كنوع من التريقه. من الاخر الشخصيه كانت ملنكه مع الناس وادت محمد رجب شعبيه كبيره، والشعبيه دي اترجمت في ادواره اللي بعد كده، اللي بقت في الغالب ادوار اكبر ومؤثره اكتر في سياق الافلام اللي بيطلع فيها، زي ادواره في افلام كان يوم حبك وحماده يلعب وملاكي اسكندريه. في الافلام دي محمد رجب قدر يحافظ على التركيبه اللي بتنجحه وتخلي الناس حباه. يعني حافظ على نفس الشخصيه الشاب الرخم المتكبر اللي في الغالب بيطلع في الافلام عشان يضايق البطل ويرازي فيه، مش اكتر من كده. ولكن زي كل مرحله في الحياه كان لازم يبقى ليها نهايه، ونهايه المرحله دي في حياه محمد رجب الفنيه كانت مع فيلم تمن دستة اشرار، اللي كان اول فيلم من بطولته. ولكن محمد رجب في الفتره دي كان ممثل ذكي زي ما بقول لكم، فحتى لما عمل ادوار بطوله زي دوره في تمن دستة اشرار حافظ على نفس السمات العامه للشخصيه بتاعته اللي بتنجحه، وكمان جاب ممثلين كبار يشتغلوا معاه عشان ما يكونش شايل المسؤوليه لوحده، وده ساعد في نجاح تجربته. اصل تخيل لما اقول لك في سنه 2006 في فيلم من بطوله محمد رجب، في الغالب مش هتبص للفيلم ولا هتفكر تدخله، لكن لما اقول لك في فيلم من بطوله محمد رجب وياسمين عبد العزيز وخالد صالح كده هتفكر تدخل الفيلم، لان في اسماء تانية تستاهل ان الواحد يدخل لها فيلم ومش هيكون بيجازف. وعلى فكره الموضوع ده محمد رجب في بدايته اتعلمه من احمد عز واحمد السقا، اللي لما فكروا يعملوا بطوله عمرهم ما كانوا بيشيلوا فيلم لوحدهم، مش عشان امكانياتهم قليله ولكن عشان كانوا عارفين انهم مش هينجحوا لوحدهم في الفتره دي، وبالتالي عملوا افلام من بطولات جماعيه مع اسماء تقيله. وده اللي عمله محمد رجب بالظبط في تمن دستة اشرار، والفيلم نجح وقتها، وكانت التوليفه اللي اتعملت فيه لطيفه وتستاهل النجاح. بعيدا عن الفيلم ده فنيا قوي او لا، لكنه تجاريا كان فيلم سوق ومقدر ليه النجاح. وبعد فيلم تمن دستة اشرار بدات كل حاجه تفك من محمد رجب، لان محمد رجب لسبب لا يعلمه الا الله اقتنع انه يقدر يعمل ادوار بطوله مطلقه ومش محتاج اسماء تقيله حواليه تعلي من
من الفيلم، لا هو كان مقتنع تماما ان اسمه لوحده هيبيع، فعمل افلام زي كلاشينكوف ومحترم الا ربع والمش مهندس حسن، واللي ما كانتش افلام وحشه لكنها مش افلام قويه ولا عمرك هتفتكرها، كانت افلام متوسطه في كل شيء حتى في الايرادات. بس برضو الافلام دي ما تعتبرش نقطه سقوط محمد رجب، وفي الوقت ده ما كانش محمد رجب فنان اونطجي، لا كان فنان عادي بيقدم حاجات ممكن تنجح ممكن تفشل، بيجرب حظه. ولكن مرحله الاونطه بدات فعليا من فيلم الحفله. فيلم الحفله كان من افلام البطوله الجماعيه، الفيلم كان فيه اسماء تقيله زي احمد عز وروبي ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وجمانة مراد ومعاهم محمد رجب. وطبعا الفيلم كان بيتسوق له انه فيلم احمد عز لانه اتقل اسم في الفيلم، والنقطه دي بقى اللي بدات الاونطه الفنيه زي ما بحب اسميها عند محمد رجب، لانه اتضايق ان الفيلم بيتسوق له انه بطوله احمد عز مش بطولته، وبدا يطلع في البرامج واللقاءات الصحفيه وياكد ان الفيلم ده بتاعه هو واحمد عز، وان دوره في الفيلم قد دور احمد عز بالظبط. في نفس الوقت بقى تبص على احمد عز تلاقيه كان بيتعامل مع فيلم الحفله انه فيلم فاشل ومش مهتم مين يكون بطله او الفيلم بتاع مين، كان بيتعامل بمبدا انه خلاص فيلم اتعمل وانتهى مش هنفضل نحرق ونضيع وقت. من الاخر احمد عز اتعامل باحترافيه وده سبب كبير في نجاحه على فكره. اما محمد رجب فعلى النقيض تماما، لان بعد الفيلم ده بدا في مرحله الاونطه. في البدايه كان بيطلع ينكش في احمد عز ويقول له لا ده فيلمي مش فيلمك، وبعد كده الموضوع وسع معاه لدرجه انه طلع في البرامج يقول ان بعد فيلم الحفله الناس شبهته بالباتشينو وسموه الباتشينو العرب، مع انه والله ما حدش عمل كده. وبالمناسبه محمد رجب عمل اداء عالمي في الفيلم ده ويمكن افضل اداء تمثيلي في الفيلم كله، بس اكيد ما بقاش الباتشينو العرب. لكن المشكله انه صدق نفسه. انت ممكن تاخد الكلام ده اكنه افيه، لكن هو بينه وبين نفسه صدق انه افضل ممثل في مصر. ومن هنا بدا الانهيار، لانه بعد الفيلم ده لغى نهائيا فكره انه يعمل فيلم بطوله مشتركه وقرر يشيل الافلام والمسلسلات اللي بيعملها بنفسه. فشوفنا تجارب بائسه زي سالم ابو اخته وصابر جوجل والخلبوس، مرحله كبيره من الفشل والافلام التجاريه الرخيصه اللي لا فيها قصه ولا هدف ولا تمثيل ولا اخراج، مجرد احنا بنعمل افلام، لكن الحقيقه انها ما كانتش افلام اصلا وساهمت في انهيار محمد رجب. والمشكله انه لما دخل النفق المظلم ده ما خرجش منه بعد كام سنه. النفق المظلم ده بدا في سنه 2013 مع فيلم سالم ابو اخته اللي يعتبر اول فيلم ليه بعد مشكلته في فيلم الحفله، وسلسله الفشل والتراجع فضلت مستمره والانهيار وصل لقمته سنه 2026 مع مسلسل قطر صغنطوط. المسلسل ده بائس لدرجه عمركم ما هتتخيلوها. المسلسل بعيدا عن انه وحش فهو بيمثل كل شيء وحش عمله محمد رجب، لان مثلا بسبب عداوته مع احمد عز في فيلم الحفله ما بقاش في ممثلين كبار بيشتغلوا معاه، فهتلاقي الابطال اللي معاه في قطر صغنطوط ناس عفى عليهم الزمن وما بقوش بيشتغلوا زي احمد بدير، احمد صيام، كريم عفيفي. وطبعا بسبب ان اعماله ما بقتش تنجح اصلا فما بقاش في كتاب او مخرجين كبار راضيين يشتغلوا معاه، فهتلاقي مخرج المسلسل هاني حمدي، اسم مش كبير ومفيش ناس تعرفه، لو بصيت على اعماله هتفهم احنا فين. هاني حمدي عمل افلام زي ساعة رضا، سندوتش عيال، امان يا صاحبي، 30 يوم في العز، الدساس، افلام عمرك ما سمعت عنها وطبعا كان مصيرها الفشل. وبعيدا عن المخرج فهتلاقي المسلسل من كتابة محمد سمير مبروك، ولما تيجي تبص هو عمل ايه هتلاقي الاتي: محترم الا ربع، هارلي، بيكيا، استدعاء ولي عمرو، الخلبوس، سالم ابو اخته، النبطشي. يعني كاتب عمل الافلام الفاشله بتاعت محمد رجب، والافلام اللي ما كتبهاش لمحمد رجب فاشله برضه. فاعتقد بقى انت كده فهمت محمد رجب اصبح فين واصبح مين الصناع اللي بيتعاملوا معاه. وطبعا التوليفه اللي زي العسل دي مش هيطلع منها مسلسل حلو، وعشان كده طلع لنا مسلسل مفكك وضعيف زي قطر صغنطوط، واللي يعتبر بيمثل قمه الاونطه الفنيه اللي وصل لها محمد رجب. المسلسل كان سيء من كل الجوانب، من جانب القصه كان ضعيف ومليان ثغرات، والاخراج كان كله اخطاء ومشاكل. وعشان تفهم قصدي تعال ندخل في تفاصيل المسلسل. المسلسل بيتكلم عن الاعلامي ياسين اللي بيلعب دوره محمد رجب، واللي بنعرف انه كان طفل عايش في ملجأ، وصاحب الملجأ اللي اسمه مختار وعمل دوره احمد بدير المفروض انه تسبب في وفاة بنت من الملجأ، والبنت دي كان بيحبها ياسين اللي لما كبر قرر ينتقم من مختار وكل اللي اشتغلوا معاه، فبدأ يخطف فيهم ويقتلهم. ودي كانت القصة بشكل عام. القصة ما فيهاش مشاكل على فكرة، هي كليشيه لكن مقبولة، ما تقدرش تقول انها قصة وحشة، بس المشكلة ما كانتش في القصة، المشكلة فعلا في طريقة تنفيذها. المسلسل اتنفذ بأسوأ طريقة ممكنة، ما كانش في شخصية واحدة ليها ماضي او تاريخ او ستوري لاين محترم يخليك تفتكرها، كل الشخصيات سطحية. المسلسل كان عايز يعتمد على فكرة الفلاش باك عشان يدينا حتة غموض ويحسسنا اننا مش عارفين القصة كاملة، وان في حاجات حصلت في الفلاش باك مهمة وبنعرفها واحدة واحدة. وفكرة الفلاش باك في حد ذاتها جميلة ومحببة لقلبي على فكرة، لكن تنفيذها من حيث الكتابة كان سيء، لان احنا كنا ممكن نجري بالزمن ساعة لقدام ونرجع نعمل فلاش باك ونشوف الساعة اللي فاتت حصل فيها ايه. وطبعا دي كانت حركة غريبة ومستفزة
مستفزة وبتضعف المسلسل أكتر ما هو ضعيف، ودي كانت مشاكل الكتابة. أما مشاكل الإخراج فحدث ولا حرج، المسلسل كان فيه كادرات كتير بايظة ومش متقنة، وطبعا الأكشن كان يا ساتر يا رب حاجة صعبة، تحسه أكشن طالع من فيلم أبيض وأسود. مشاهد الأكشن كانت بطيئة وغريبة وتخليك قاعد متعصب وأنت بتشوفها. من الآخر أي تحدي في الإخراج مهما كان بسيط المسلسل ده فشل فيه. وبعيدا عن مشاكل الإخراج فاحنا محتاجين نتكلم عن مشاكل الموسيقى. الموسيقى فعلا كانت وحشة، والله العظيم أنا كنت بلخص المسلسل ده وكنت بحاول ألاقي طريقة أفصل بيها الموسيقى عشان ما تفصلنيش عن الأحداث المسلسل من كتر ما هي مستفزة. بس كان في موسيقى في المسلسل حلوة، وهي التوزيع الجديد اللي عملوه لأغنية قطر صغنطوط. بصراحة كان حلو واستخدامها في المسلسل كان جميل. بعيدا عن كده الموسيقى كانت عايزة تتضرب بالنار. وآخر مشكلة في المسلسل وأهم مشكلة هي الأداء التمثيلي، اللي كانوا بيحاولوا يرجعوا شغفهم للتمثيل ويحاولوا يعملوا اللي كانوا بيعملوه زمان، لكن للأسف الموضوع ما ظبطش، وتحس قعدتهم في البيت وقت طويل من غير شغل أثرت على أدائهم وبقى فعلا ضعيف. لكن يعني دول مش الأبطال فبلاش نتكلم عليهم كتير وخلينا نركز مع البطل محمد رجب. بصراحة أداء محمد رجب في المسلسل حاجة تحزن وتخليك تتأكد إنه خلاص وصل للنهاية وصعب يقدم حاجة أفضل. في المسلسل ده محمد رجب دخل بوش إنه الباتشينو العرب، وعشان كده كل مشهد كان بيحزق فيه ويحاول يطلع أداء تعبيري ملوش لازمة، لدرجة إن المشاهد اللي المفروض درامية وقوية في القصة هتلاقيه مثلها بأداء غريب ومضحك كمان في بعض الأحيان. بجد اللي حصل في أداء محمد رجب شيء مش مفهوم. الراجل ده كان ممثل حلو لكن مشكلته إنه حط نفسه في قالب مش بتاعه، وحط نفسه قدام تحديات مش بتاعته وكبيرة عليه، وعشان كده أداؤه بقى حاجة تزعل. وحاجة تزعل دي بقولها من كل قلبي لأني بحب تمثيله وكنت شايفه زمان ممثل قوي ومن الأقوى في جيله، لكن للأسف كل ده راح. محمد رجب محتاج يعمل حاجات كتير عشان يخرج من المرحلة اللي هو فيها دي، محتاج يرجع يعتمد على البطولات الجماعية، محتاج يحسن علاقاته بالممثلين والصناع عشان يقدر يستعين بيهم في أعماله وما يعتمدش على أسماء أقل من تاريخه الفني، محتاج يقتنع إنه مش الباتشينو العرب وإنه ممثل عادي بيعمل حاجات حلوة وحاجات وحشة، ولازم كمان يقتنع إن مش أي مشهد لازم يمثل بأفورة. إحنا مش إبراهيم توشكا في كلمني شكرا، لا يا فنان، التمثيل أسهل من كده بكتير، وأنت نفسك كنت بتعمل أداءات أعلى من اللي عملتها في المسلسل ده، فيا ريت ترجع زي زمان وتبطل أفورة لأنها والله مش حلوة وبتبينك إنك ممثل ضعيف مش قوي زي ما أنت متخيل. وفي النهاية حابب أقول إن محمد رجب دخل في مرحلة الأونطة الفنية، المرحلة دي لازم يخرج منها بأي شكل لأنه بعد فترة هيلاقي نفسه تاه ومش هيعرف يهرب، زي علاء مرسي كده اللي في فترة ما كان ممثل كويس ومقبول، لكنه لما دخل في المرحلة بتاعت الأونطة دي وبقى يقول أنا وأنا ما بقاش يشتغل أصلا، وبقى ظهوره مقتصر على الميمز اللي بتنزل عنه على الفيسبوك. وللأسف محمد رجب ماشي في نفس السكة دي، وبصراحة أنا مش عايزه يكمل فيها لأنه فعلا ممثل كويس، فأتمنى إن الفترة الجاية يحسن اختيار أدواره ويطلع من المرحلة دي لأننا عايزين نشوف محمد رجب بتاع زمان عشان فعلا وحشنا. وبس مع النقطة دي بينتهي فيديو النهاردة، ولو وصلت لنهاية الفيديو عايز أقولك إني بحبك وعايز أقولك كمان إني آسف على التأخير، ولكن مش هنتأخر تاني إن شاء الله. وفي النهاية أتمنى تقولوا رأيكم في الحلقة، وأتمنى تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. كان معاكم يوسف مجدي، وسلام عليكم.